زي كل يوم بالليل البيت كله نايم، بابا وماما وتاليا، إلا طبق الحلويات اللي على الرخامة. طبق فيه بسكوت وشوكولاتة وعلب عصير والبان، كلهم محطوطين فوق بعض، بس محدش فيهم نايم. كان في صوت متضايق من جوه الطبق بيقول: يا جماعة، حد شاف الغلاف بتاعي؟ شكلي كده اترميت غلط. ده كان صوت الشوكولاتة متاكل منها وغلافها مقطوع، بعد ما تاليا خلصت نصها وسابتها في الطبق وجريت تلعب. رد البسكوت المغرور على الشوكولاتة وهو بيضحك ويقول: ما قلتلك هما الولاد الصغيرين كده، هي شايفاكي دايما فمش بتقدر تقاومك، بتاكل وتجري. ضحكت الشوكولاتة وقالت بثقة: أنا السبب في سعادتها يا جماعة، أول ما تزعل وتدقني بتفرح بسرعة. في اللحظة دي قام العصير يقول لهم: كلكم بتتكلموا ومحدش فاكر إن أنا اللي بفرق معاه بجد لما بيكون عطشان. قال له البسكوت: ده انت كلك سكر وألوان صناعية، ولا انت مصدق انك فاكهة معصورة بجد؟ قال له العصير: أنا اللي بخليه يحس إنه بيشرب حاجة صحية، أنا مكتوب عليا غني بالفيتامين. ضحكت الشوكولاتة وقالت: فيتامينات ولا مواد حافظة وطعم صناعي؟ وقبل ما يكملوا الخناقة سمعوا صوت اللبانة بتتكلم بصوت صغير زيها: كفاية كلام بقى، عايزة أنام. انتوا محدش واخد باله على فكرة إن أنا أكتر حاجة صحية فيكم؟ على الأقل مفيش فيا سكر زيكم، وبخليها تحرك بقها، وطعمي فراولة خطيرة. الشوكولاتة قالت لها: يا سلام، مش فاكرة لما تاليا بلعتك وبطنها وجعتها؟ كلهم ضحكوا وفضلوا يتكلموا عن نفسهم وعن قد ايه الأطفال بيحبوهم، لحد ما حصل حاجة غريبة جدا. من فوقيهم، من الرف العالي اللي عليه طبق الفاكهة، وقعت تفاحة بالصدفة جوه طبق الحلويات. سكت الكل وبصوا للتفاحة اللي وقعت عليهم. قال لها البسكوت وهو بيبص عليها: هو ايه ده؟ شكلها مش ملفوفة بغلاف ولا حتى فيها ألوان كتير وبتلمع زينا، ايه اللي جابك هنا؟ ردت التفاحة بابتسامة هادية وقالت: أنا مش محتاجة تغليف، أنا تفاحة طبيعية وجاية من شجرة مش من مصنع. ضحكت الشوكولاتة وقالت باستغراب: من شجرة؟ يعني انتي مش بتتباعي في الماركت زينا؟ قالت لها التفاحة: أنا بتزرع مش بتصنع، فيا فيتامينات وألياف بتخلي الجسم قوي وصحي، مش كلي سكر وبدي طاقة تروح بسرعة زيكم. قال لها العصير بغرور: بس احنا لذيذين والأطفال بيحبونا، احنا سبب الضحك وبنديهم طاقة. ابتسمت التفاحة وقالت بصوت رقيق: بس طاقتك مش حقيقية يا عصير، السكر اللي فيك بيخلي الطفل يفرح شوية وبعدها يتعب وبيأثر على تركيزه، لأن الجسم لما بياخد سكر كتير بيهبط بعد شوية وبيحس بالكسل. سكت الكل وقال البسكوت بخوف: هو السكر ممكن يكون وحش كده؟ قالت له التفاحة: مش دايما، بس لما الولاد بياكلوه كل يوم وبكميات كبيرة بيبدأ الجسم يتعب. البسكوت والشوكولاتة اللي فيها دهون وسكر كتير بتخلي الجسم كسول والمخ بيفقد تركيزه، واللي بيحصل إن الأطفال بيتعبوا بسرعة وبيبطلوا يلعبوا زي الأول، وكمان بتزيد مشاكل السنان. الشوكولاتة اتخضت وقالت وهي زعلانة: كنت فاكراني بخليها مبسوطة، طلع أنا السبب في تعبها. أما اللبانة فقالت بسرعة: طب وأنا البانة صغيرة، مش ممكن أكون بضرها صح؟ ابتسمت التفاحة وقالت وهي بتضحك: بس يا البانة يا صغيرة، انتي فيكي سكر كتير وألوان صناعية بتضر المعدة، ولما تاليا بتبلعك بالغلط بتعمل لها مشاكل، ولما بتمضغك طول الوقت بيتعب بقها واسنانها. اللبانة اتكسفت وقالت بصوت واطي: ما كنتش أعرف. العصير قال للتفاحة: يعني نعمل ايه؟ نختفي؟ ضحكت التفاحة وقالت بابتسامة: أكيد لأ، بس لازم تبقوا جزء صغير من اليوم، مش الأكل كله ومش الوجبة الأساسية. تاليا محتاجة تاكل طبيعي أكتر، فاكهة وخضار وبروتين ومية كتير، الحاجات دي هي اللي بتقويها فعلا وتكبرها. قعدت كل الحلويات تفكر، وقرروا قبل الشمس ما تطلع يسيبوا رسالة صغيرة لتاليا على الرخامة، ويكتبوا في الورقة: احنا كلنا بنحبك، بس عايزينك تختاري اللي يفيد جسمك كمان. الصبح تاليا شافت الورقة وضحكت وقالت: شكلها من ماما. بصت في طبق الحلويات ولقت التفاحة في النص كأنها بتبتسم لها.
خدتها وقطمت منها قطمة وقالت طعمها مش مسكر قوي بس لذيذة. وبعد الفطار أخدت تاليا قطعة صغيرة من البسكوت وشربت مية بدل العصير. والأول مرة من فترة طويلة فضلت تلعب كتير من غير ما تتعب أو تكسل. وفي نفس اليوم بالليل قال البسكوت لصحابه: عارفين، مش لازم نختفي، بس مش لازم تاكلنا كل يوم. ضحكت الشوكولاتة وقالت: هي أكيد ما تقدرش تستغنى عني، هستناها تاكل حتة صغيرة مني حتى لو كل كام يوم. والعصير قال: وأنا بصراحة بقيت متأكد إن أي فاكهة هتكون مفيدة أكتر مني. أنا طلعت شوية مية بسكر، بس لو شربتني كل أسبوع مرة واحدة مش هضرها. وقالت اللبانة: خلاص بقى خليني أنا قاعدة في الطبق بدل ما أوجع بطنها أو سنانها. وابتسمت التفاحة وقالت: ما تزعلوش، انتوا الحلويات طعمكوا حلو بس مش بتفيدوا الجسم، عشان كده الأحسن تاليا تاكل منكوا مرة واحدة في الأسبوع. وسكت الكل، وفضل نور خفيف طالع من الطبق كأنه بيقول: الحلو مش بس في السكر، الحلو إنك تكون بصحة وجسم قوي وعقل أقوى. وخلص الكلام. استنوني وهستناكم في حكايات كتير قدام.